السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده 27 رجب وصيام، وطبعا اخر رجب، فيعني هعدي اليوم كده محدش طلب مني وجبات ولا اي حاجه، فانا قلت هعمل حاجه كده على قد. عملت رز بلبن وهعمل كبده ومكرونه، ودي بنيه حبايب قلبي اللي في ثانوي عام وبيقولوا لي ادعي لي يا ماما ان شاء الله كل اللي نفسه في حاجه يحققها وييسر لكم الصعب يا رب. وبنيه طبعا ذريتي تطلع صالحه ويبعد فوجع الاقدار عني وعنهم يا رب وعنكم يا رب. وبنيه متابعين حبايب قلبي برضو اللي مش عايزين يعملوا اطعام ومش عارفين، حاجه بسيطه بس حلوه. وربنا يتقبل يا رب. ونيت بابا الله يرحمه واخويا الله يرحمه واخويا التاني ربنا يرزقه بالزوجه الصالحه يا رب، ويصلح له حاله يا رب، ويصلح له شأنه كله يا رب. اخويا حبيب قلبي ربنا يوفقه يا رب. وطبعا بنية اخواتي ذريتهم يعني ايه ان شاء الله يبعد عنهم فوجع الاقدار وذريتهم تطلع صالحه برضه. بنيات كتير باذن الله، بس انتوا والله من ضمن النيه. وفي بنوته قمر برضه قالت لي مش تعملي حاجه يوم 27، قلت لها عيني شوفي انت عايزه ايه، مع انها هي مواظبه والله كل شهر بتطلب مني، بس هي حبت برضه، حسيتها شبه كده، حبيتها يعني حبت تعمل حاجه وشاركت رز بلبن. وكمان هنزل اجيب بعتلي بزياده والله، هنزل اجيب شويه فاكهه يا اما عصير هشوفها اللي يفيد وهجيبه واحطه مع الوجبات، فيعني هي مظبطه الدنيا معايا برضه. ربنا يتقبل منها وباي باي.